الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي النادي الاهلي هيخوض 3 مباريات ودية في معسكر تونس. هو في اول مرة تتعمل يعني في المعسكرات في مصر بالنسبة للنادي الأهلي، فهي تجربة جديدة وحلوة وكويسة إن شاء الله تكون مفيدة. المواجهات اللي هيقابلها هي شباب قسنطينة و شباب بلوزداد الجزائري، ونادي كان المفروض هيقابل الترجي التونسي بس حط بداله بلوزداد الجزائري، وحط كمان نادي النجم الساحلي. طبعا الأندية الجزائرية أندية قوية جدا، وشباب بلوزداد طبعا احنا عارفين واجهك قبل كده وعمل معاك نتائج كويسة. إن شاء الله تكون مباراة يعني تثمر بالنتائج اللي احنا عاوزينها تكون كويسة في المعسكر. كمان حابب ان انا اقول ان نادي سيراميكا كليوباترا عاوز ياخد كريم الدبيس وكريم نيدفيد واحمد رضا ورضا سليم ومجموعة كده كبيرة من اللعيبة، حتى مصطفى مخلوف كمان عاوز ياخده او بيع. قصاد ده النادي الاهلي عايز ياخد طبعا محمد شكري، وزي ما احنا عارفين احمد هاني. لسه المفاوضات رايحه جايه، محدش عارف ايه اللي هيحصل في الاخر. لما يتم اي جديد هبلغكم، ولكن تابعوا وانتشروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم دايما في رعاية الله، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمة للنادي الاهلي. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم في رعاية الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي النادي الاهلي هيخوض 3 مباريات ودية في معسكر تونس. هو في اول مرة تتعمل يعني في المعسكرات في مصر بالنسبة للنادي الاهلي، فهي تجربة جديدة وحلوة وكويسة ان شاء الله تكون مفيدة. المواجهات اللي هيقابلها هي شباب قسنطينة و شباب بلوزداد الجزائري، ونادي كان المفروض هيقابل الترجي التونسي بس حط بداله بلوزداد الجزائري، وحط كمان نادي النجم الساحلي. طبعا الأندية الجزائرية أندية قوية جدا، وشباب بلوزداد طبعا احنا عارفين واجهك قبل كده وعمل معاك نتائج كويسة. إن شاء الله تكون مباراة يعني تثمر بالنتائج اللي احنا عاوزينها تكون كويسة في المعسكر. كمان حابب ان انا اقول ان نادي سيراميكا كليوباترا عاوز ياخد كريم الدبيس وكريم نيدفيد واحمد رضا ورضا سليم ومجموعة كده كبيرة من اللعيبة، حتى مصطفى مخلوف كمان عاوز ياخده او بيع. قصاد ده النادي الاهلي عايز ياخد طبعا محمد شكري، وزي ما احنا عارفين احمد هاني. لسه المفاوضات رايحه جايه، محدش عارف ايه اللي هيحصل في الاخر. لما يتم اي جديد هبلغكم، ولكن تابعوا وانتشروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم دايما في رعاية الله، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمة للنادي الاهلي. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم في رعاية الله. سلام.